عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعافية. اليوم جيتكم بوصفة ياسر بنينة باش نعملوا مع بعضنا عصير ساهل واقتصادي. تابعوا معايا الفيديو للآخر باش تعرفوا كيفاش طريقة التحضير. بالنسبة للمكونات كما تراو فيهم ياسر بساط. عندي هنا كعبتين برقدين وكعبتين قارص، بيتهم ليلة كاملة في الفريجيدير في المجمد، ومن بعد خرجتهم قبل بساعتين. توا باش نقصهم كيما تراو نحيلهم الزوائد الكل متاعهم ونقصهم مكعبات ونثبتوا على القلوب. ردوا بالكم تخليوا القلوب، راهو من بعد يجينا العصير متاعنا مر. نكمل توا بقية الكعبات الكل بنفس الطريقة. نفس الشي زادا للبرقدين، نحيلو الزوائد الكل متاعو ونقص الكعبة وكالسلك هذاك الابيض زادا تنحيوه، تثبتوا من القلوب. وهذوما توا الكمية اللي تحصلنا عليها. باش نحطها توا في وسط الخلاط الكهربائي، وباش نكمل نضيف لها إيترا متاع ماء، وباش نرحيها بالكدا. وتوا باش نصفيها المرة الأولى باش نستعمل الفوي، ومن بعد باش نستعمل يدي نعصر هاك العصير هذاك الكل باش يخرج لنا. واللي يتبقى لنا ما نلوحوشو باش نكمل نضيفو للخلاط الكهربائي، وباش نزيدلو نص إيترا متاع ماء. نجمو راهو تزيدو إيترا أخرى، أما أنا الحقيقة نحبو يبدا كونسونطري شوي. كالعادة نكمل نرحيه ومن بعد نصفيه نفس الشي كما في المرة الأولى. العصير هذايا بالحق يجيكم بنين على الآخر، وحاجة فرشكة، خير من المشروبات الغازية. تعملوا هكا حويجة على عينيكم تبدا نظيفة. وهذه توا العصير متاعنا اللي تحصلنا عليه ما شاء الله، الريحة متاعو ياسر بنينة. حطيت له سكر وحطيت له باكو سكر فاني، وان شاء وإن الله شاء الله يعجبكم يعجبكم الوصفة. الفيديو متاع اليوم، ونتقابلوا في وصفة جديدة وفي فيديو جديد، وتوا نقولكم بسلامة.